اغتيال الرئيس محمد أنور السادات، أو زي ما بيقولوا اغتيال المنصة. تفتكر ليه المخابرات البريطانية كانت مش عايزة السادات يتنحى عن حكم مصر زي ما قال الشعب المصري؟ طيب تفتكر المخابرات البريطانية لها علاقة باغتيال السادات؟ كل ده هنعرفه في حلقة النهاردة، وهنقول لكم برضه شوية تفاصيل كانت مخفية. قهوتك ويلا بينا. قبل اغتيال السادات بكام شهر كان قال في كذا خطاب ليه انه يتنحى عن حكم مصر علشان يرضي الشعب المصري، وكمان لو هم شايفين ان ده في مصلحة مصر. بس اللي ما كانش عايز السادات يتنحى عن حكم مصر هي المخابرات البريطانية، عشان كانت عارفة ان السادات مش هيتنحى عن حكم مصر الا لما يرجع الجزء الباقي من سيناء واللي كانت اسرائيل محتلياه، وده اللي كانت معتقداه بريطانيا واسرائيل، علشان يبقى يوم تنحي السادات هو يوم مميز في تاريخ مصر، ويبقى رمز وبطل شعبي مصري وشعبيته تزيد بعد تنحيه عن الحكم. فهل تفتكر ان بريطانيا واسرائيل ليهم يد في اغتيال السادات، او ان هم الايد الحقيقيه في اغتياله، مش زي ما اتقال في قصه اغتيال السادات اللي نحكي لكم دلوقتي؟ في 6 اكتوبر 1981 في اثناء عرض عسكري في القاهره بمناسبه مرور 8 سنين على حرب اكتوبر، كان اخر يوم في حياه الرئيس الراحل محمد انور السادات اللي اغتالوا مجموعه من الضباط العسكريين بالجيش المصري السابق. بس الغريب ان لحد دلوقتي محدش يعرف مين اللي امر الضباط دول باغتيال السادات. فتفتكروا بريطانيا وإسرائيل ليهم علاقة بالموضوع زي ما قلنا لكم في البداية ولا لا؟ نرجع لقصة اغتيال السادات. في اليوم ده كانت القاهرة بتستعد أمنيا وعسكريا للاحتفال بالعرض العسكري واللي بيتعمل في كل سنة في نفس اليوم ده. كانت القاهرة كلها كمنطقة عسكرية محصنة كويس قوي، فازاي تم اغتيال السادات وسط جميع التأمينات العسكرية دي؟ في اليوم ده أعلنت وزارة الداخلية عن الحالة جيم، وهي حالة الطوارئ الكبرى اللي تتنفذ في المناسبات العسكرية المهمة، وبيبقى موجود فيها جميع فئات الأمن المصري من جيش، حرس جمهوري، فرق الصاعقة، قوات الخاصة والمخابرات. بدأ العرض العسكري الساعة 11 الصبح، وكان موجود الرئيس محمد أنور السادات في المقدمة على المنصة، وكان على يمينه نائبه حسني مبارك والوزير العماني شبيب بن تيمور، وعلى يساره المشير عبد الحليم أبو غزالة وزير الدفاع. وكالمعتاد في المناسبات العسكرية المهمة بيكون في عرض بطائرات الفانتوم اللي بتبهر الحاضرين بتنظيمها وألعابها البهلوانية، لحد ما الساعة بقت 12 وربع بدأ يتقدم طابور المدفعية لتحية المنصة. وهنا حصل أول حاجة كان مخطط ليها في اغتيال السادات، وهي إن وسط كل الدراجات النارية اللي بتحيط طابور المدفعية اتعطلت دراجة منهم تعطيل مفاجئ. بس الغريب إن كل حاجة في العرض العسكري بيبقى متأمن عليها ومتأكدين هل هي سليمة ولا لأ قبل العرض في فترة الإعداد، فليه دي الدراجة الوحيدة اللي اتعطلت؟ هنلاقي إن إجابة السؤال ده في الحدث اللي هيحصل بعد تعطيل الدراجة، وهو إن لما اتقدمت عربية خالد الإسلامبولي وهو ضابط عسكري مصري، وقفت العربية زي ما وقفت الدراجة، وقوف مفاجئ، واللي فكروا الجميع إن عطل حصل في العربية زي ما حصل للدراجة. بس الحقيقة إن كل ده كان مخطط ليه، وفي لحظة ما الكل كان منشغل في طائرة الفانتوم وقف القناص حسين عباس واللي كان قناص في القوات المسلحة المصرية، وضرب نار على الرئيس السادات لحد ما الرصاص استقرت في رقبته. ونزل خالد الإسلامبولي من العربية ورمى قنبلة وأخد سلاح اللي ساق العربية وضرب نار على كل اللي كان على المنصة، وأولهم السادات. وبعد كل الرصاص اللي اتوجه ناحية السادات كان لسه عايش، بس صعد عبد الحليم عبد السلام وطعن الرئيس بمقدمة سلاحه وضرب عليه نار لحد ما مات الرئيس محمد أنور السادات. مش بس السادات اللي تم اغتياله في اليوم ده، لا، مات برضو 7 أشخاص، واللي هم اللواء أركان حرب حسن علام وخلفان ناصر عماني الجنسية والمهندس سمير حلمي إبراهيم والأنبا صمويل ومحمد يوسف رشوان المصور الخاص بالرئيس وسعيد عبد الرؤوف بكر وشانج لوي الصيني الجنسية. الغريب هنا بقى إن السفير البريطاني و3 من الملحقين العسكريين البريطانيين كانوا موجودين وقاعدين ورا الرئيس مباشرة. فازاي تم اغتيال ناس كتيرة كانوا موجودين في أول المنصة وما تمش اغتيال السفير وأعوانه؟ وده بيلفت الانتباه بتدخل بريطانيا في الحدث ده وترتيبهم الكويس لكل تفاصيل الاغتيال وسط وجود تأمينات عسكرية كبيرة زي كده. والحقيقة ان في اغتيال السادات حاجات كتيرة غريبة مش على قد اللي قلنا لكم عليه بس. يعني مثلا اليوم اللي تم فيه اغتيال السادات مش يوم عادي، وتم اغتياله في يوم 6 أكتوبر، ورقم 6 ده رقم غريب شوية ومهم في حياة السادات. في 6 فبراير 1938 اتخرج من الكلية الحربية، وفي 6 يناير 1946 اشترك في اغتيال أمين عثمان، وفي 6 يناير 1950 رجع الخدمة العسكرية تاني بعد ما تم طرده بسبب مشاركته في اغتيال أمين عثمان.
وفي 6 أكتوبر 1973 قاد حرب أكتوبر ضد إسرائيل، وفي 6 أكتوبر 1981 تم اغتياله بطريقة غريبة. كل الناس لحد دلوقتي عجزت عن تفسير ازاي تم اغتياله وسط كل التأمينات والترتيبات اللي حصلت في العرض العسكري، واللي يعتبر شيء من الإعجاز إن العملية كلها تمت في 40 ثانية، يعني أقل من دقيقة. بعد ما قلت لكم معظم تفاصيل الاغتيال وتحليلنا ليها وأهم الحاجات المخفية في الحادث ده، تعالوا أقول لكم على بعض الشخصيات اللي كانت مساهمة في التخطيط بشكل مهم. أولهم هو عبود الزمر اللي اقترح اختيار المكان المناسب لاغتيال السادات، وراح بنفسه يعاين المكان ويتأكد منه قبلها بفترة. وتاني شخصية وهو القذافي اللي كان من داعمين اغتيال السادات والمخططين، واللي حاول قبل كده تجنيد حسني مبارك لاغتيال السادات بس فشلت فكرته. فتفتكروا ان الشخصيات دي هي اليد الرئيسية في اغتيال السادات، ولا بريطانيا وإسرائيل زي ما قلت لكم في البداية، ولا توافق مصالح بين الجميع وان اغتيال السادات كان لازم يحصل عشان يرضي جميع الأطراف اللي مشاركة في اغتياله؟ هنستنى رأيكم وتوقعاتكم في الكومنتات. لو عندكم اي توقعات تانية ياريت تشاركونا بيها. في النهاية لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير الفيديو مع اصحابك عشان ده بيساعدنا نكمل في القناة. واستنونا في حلقة جديدة من تحقيق.